اعمل ايه لو ببقى مش قلقان قبل الفايت ومجهز نفسي، بس لما الفايت بيبدا ببقى كاني سندباج وبتضرب بس؟ طيب خليني اقول لك بس معلومه في الاول، ان القلق مش حاجه وحشه قبل المباراه، الخوف هو اللي حاجه وحشه. احنا عندنا القلق وعندنا الخوف. القلق هو حاجه ايجابيه بتخليك تدور على العلاج. يعني انا لو قلقان قبل الفايت، البطل اللي هلعبه ده قوي، فهبدا ان انا مثلا ابعد عن ضرباته القويه واخطف البوينتس بتاعتي بدون ما اتضرر منه. البطل اللي هلعبه ده سريع، فهحاول ان انا ابدا انا اكون مهاجم عشان ما اخليهوش يبدا يقسم عليا في السرعات واضغط لقدام وكذا وكذا وكذا. ايا يكن انت بتدور على علاج، ده القلق. اما الخوف هو اللي بيشلك، بيخليك ما بتعرفش تفكر. هو انا مش عاوز العبه، انا خايف العبه، بس دي فكره الخوف. فده الفرق ما بين القلق والخوف، ولازم ان احنا نبعد عن الخوف ونلغيه خالص. مفيش خوف، انا ملاكم. والحاجه التانيه ان لو جالي القلق هعرف ازاي اعالجه. النقطه التانيه اللي ممكن نتكلم فيها هو انه ممكن يكون علشان فرق المستوى، فانت بتتحول لساندباج، ان اللاعب اللي قدامك مستواه اعلى منك بكتير، فبالتالي لما بتيجي تلعب معاه ما بتعرفش تلعب. فانت المفروض اللي يحكم في النقطه دي انك تتكلم مع المدرب بتاعك، هل اللاعب اللي قدامي نفس مستوايا، عشان اقدر احكم على نفسي او اعرف ان انا في قدامي تحدي بقى ايه هو، اقدر اشتغل عليه، اظبط ايه، اطور ايه، اشتغل على ايه علشان احسن ده. ولا هو في فرق مستوى عالي فانا مش عارف كده كده العب معاه، فبلاش ان انا اجلد ذاتي. دي برضو نقطه تانية. عندك النقطه الثالثه هي اساليب اللعب نفسها. يعني انت ممكن وانت بتلعب مع واحد ما انتش عارف تلعب معاه، بس لو لعبت مع واحد تاني بتشوف نفسك بقى انت بتلعب معاه برضو ولا في فرق. كل الحاجات دي ممكن ان هي تكون السبب، فدور على السبب الاساسي وصلحه.